هلو، خدعوك فقالوا انا محتاج اظبط الجرامر بتاعي عشان خاطر اقدر اتكلم انجليزي بطلاقه. انت ممكن تكون عندك التنسز بتاعتك كلها بايظه وبتتكلم انجليزي بطلاقه عادي جدا، لان الجرامر ملوش دعوه بالطلاقه ولكن له دعوه بحاجه اسمها الاكيورسي. لو جيت قلت he goes او he is going، ده هيأثر على حاجه في الفلونسي بتاعتي؟ لا، ولكن هيأثر على توقيت الزمن اللي هو بنتكلم بيه بالدقه بتاعته. تعال نشوف كده ستيف هارفي وهو بيتكلم بيقول ايه. I'm is rich. I'm is rich. ستيف هارفي هنا اساسا بيتكلم انجلش غلط، والراجل ده قاعد في امريكا وبيعمل توك شوز، اساسا انت ما بتقدرش تفهم الكلام بتاعه، فهو كلامه الجرامر بشكل غلط ما اثرش على ان هو يتكلم سريع او يتكلم فلوينتلي. احنا عندنا في الانجليش 12 زمن، هل كلهم مهمين عشان خاطر اقدر اتكلم انجليزي بطلاقه؟ لا طبعا. طب اقول لك بقى معلومه هتصدمك، عندنا حوالي 90% من الجرامر متركزين في 5 ازمنه بس. طب اقول لك على معلومه تصدمك اكتر، ان حوالي من 50 ل 60% من المحادثات الكتابيه او الكلاميه متركزه بس في البريزنت سمبل، وبيجي بعده في المرتبه الثانيه الباست سمبل. فانت مش محتاج كل الازمنه عشان خاطر عشان تتكلم انجليزي. مع محاميحه في برنامج ال 45 يوم امريكان انجلش هنساعدك تتكلم انجليزي امريكي بشكل بسيط جدا، هتتكلم مهما كان مستواك، وهتتكلم من اول يوم، وهتتكلم من غير مجهود، وهتتكلم من غير سنين ضوئيه.